هل الاي اي يعرف ينظف لنا النيل؟ تعالوا نشوف مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المبدعين، يا رب تكونوا بخير. معاكم عبد العزيز ابراهيم في فيديو جديد من سلسله اللايت روم، واللي فيها بنتكلم على ازاي تعدل صورك من الصفر للاحتراق. والنهارده بنتكلم على اداه تعتبر سهله وبسيطه ولكنها مهمه في بعض الاحيان، الا وهي اداه الريموفال تول او اداه الاستيكه او المبحث. الاداه دي بتديك القدره ان انت تشيل اي حاجه مش عاجباك في الصوره. خلينا نقول السنسور بتاعك جه عليه شويه تراب وانت ما نضفتش الكاميرا بتاعتك، فبالتالي تيجي تصور هتلاقي ان في غبار موجود عندك على الصوره. نقط الغبار دي سهل ان انت تشيلها بالريموفال تول، او مثلا بتصور في مكان سياحي في ناس كتير، فانت برضو ممكن تشيل الناس دي عن طريق الريموفال تول. طلع نبي وخلينا نفتح لايت روم ونشوف ازاي نستخدم اداه الريموفال. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا فتحنا اللايت روم. لو جينا هنا في الديفلوب فيول هنلاقي اداه عامله زي الاستيكه، لو اتكينا عليها هيبدأ يظهر عندي شوية حاجات. هنلاقي أول حاجة دي اسمها الريموف، تاني واحدة اسمها الهيلينج، وتالت واحدة اسمها الكلود. كده هنلاقي هنا فيجوالايز سبوتس، وهنلاقي تحت ان انت تشيل الديستراكشنز، تشيل الناس وتشيل الدست. الفرق من التلاتة ان الريموف الحاجة اللي انت بتحددها جوه الصوره، ولا اما بتعملها لك بجنريتيف اي اي يعني بالذكاء الاصطناعي تولد لك حاجه مكانها، لا اما تاخد لك حتت مختلفه من الصوره وتعمل لك حاجه قريبه قوي من الفيل جوه الفوتوشوب لو انت استخدمت الفوتوشوب قبل كده. الهيل، فالهيل هو برضو انت وانس ان انت حددت له مكان، فهو بيجيب لك حاجه تانية من جوه الصوره مكان الحته اللي انت عملتها دي، ولكن بيظبط لك معاها الإضاءة والألوان. الكلون بيعمل نفس اللي الهيل بيعمله، ولكن بياخد النقطة أو الحتة زي ما هي، ولا بيظبط إضاءة ولا بيظبط ألوان. تمام. خلينا ناخد مثال على الصورة اللي موجودة دي. طبعا أنا هنا لو بصيت هلاقي، عملت زوم، ألاقي إن في عندي سبوتس، عندي نقط كتير كده في السماء. غالبا مش غالبا، هو أكيد الصور دي مع النقط دي معمولة عشان السنسور نفسه ما كانش نضيف. فلو بدأت أعمل أحدد السايز والفيذر بتاع الأداة عندي، وقلت بدأت أشيل بالهيل، طبعا أنا لو المكان اللي هو اختاره مش عاجبني أو شايف إن في مكان تاني يفضل إن هو أحسن، وده بتحصل برضه في أوقات كتير، فأنا ممكن أحدد أنا المكان اللي ياخد منه حتة تانية. وتخلي بالك ان انت ما تاخدش مثلا مكان زي كده، لان مكان زي كده اولا هو بيعمل هيل. اوكي، انت ممكن تعمل كده في كلون لو انت مثلا عايز تزود حته في الجبل مثلا فتقدر تعملها. خلينا نغير دي اكشن الكلون. فانا باخد حته قريبه من الكلام ده. طب لو جينا وقلت انا عايز اشوف الكلون بيعمل ايه، كلون والله مثلا لو قلنا مثلا هنا، تمام، وجيت قلت له والله هات الحته دي، هلاقي ان الكلون نفسه النقطه اللي انا عملتها بقت شكل نفس اللون اللي عاملها. فخلينا نشيلها، وخلينا مثلا نفترض ان انا عايز اشيل حاجه تانية. انا عايز اشيل مثلا الشكل تاني، يعني عايز اشيل مثلا الحته دي. فانا برضو اقدر اشكل الحاجه اللي انا عايزها. طيب لو انا عايز مثلا استخدم الكلون في نفس النقطة هنا، فانا اقدر اعمل كده وكلون. الكلون هيعمل لي الحاجة اللي انا عايزها، ولكن برضو تخلي بالك اني هو هينقل الحاجة زي ما هي بكل حاجة، بالاضاءة، بالالوان، وطبعا الحاجة اللي جواها. خلينا نكمل شغل على الصورة نفسها والحاجة الأساسية اللي احنا بنعملها، وهي إزالة السبوتس. لو جينا لاحظنا أنا تقريبا هنا تمام، يعني مش شايف حاجة مختلفة. ولكن اللايت روم مؤخرا بقى فيه ميزة حلوة جدا، وهو
فيجوالايز سبوتس. لو اتكلنا على فيجوالايز سبوتس هنبدا نلاقي ان هو بيقلب الصوره ابيض واسود وبيبين لك السبوتس اللي فيها غبار جوه اللايت جوه الصوره بتاعتك، واللي غالبا ما بتتبانش غير لو انت في عندك كونتراست كبير جوه الصوره. قلنا كده وعملنا كده وشيلنا، وهتلاقي في حتت فعلا احنا ما كناش اصلا شايفينها بعينك لما كنا شغالين بعينينا احنا بس. تمام، هي السماء عندي بقت نظيفة والدنيا تمام. تمام، وهنا برضو هيبين لك لو شلنا دي وقلنا الحاجة فيها ايه، فهيبدأ يبينها لك. فلو هنا السماء بقت تمام، الصورة بقت أحسن، الصورة بقت أنظف بكتير. لو جيت قلت والله أنا عايز مثلا الصورة دي، خلينا بس نعملها كروب، وخلينا نقول انا عايز اعمل ايه هنا. هنا مفيش عندي مفيش عندي نقط غبار، ولكن عندي distractions. انا عايز اشيل الجزء ده بتاع الفلاش والجزء ده بتاع الفلاش التاني. فلو قلت له تعالى بالهيل، خلينا نجرب ونشوف هل هو بالهيلينج هيعمل حاجة كويسة ولا لأ. طبعا انت لو عندك، طبعا هنا الاختيار بتاعه ما كانش موفق خالص، فانا هبدأ ارفع الصورة نفسها فوق. فهو كده شالها لي. طبعا فاضل الحتة اللي تحت دي. طبعا يفضل لو انت عندك حتة كبيرة تشتغل عليها ان انت تقسمها وتبقى واخد بالك انت هتسمبل اصلا من انهي حتة، عشان يعني انا هنا عارف ان انا والله هاخد من هنا، هاخد من هنا، احط هنا، فبالتالي الحتة دي هتبدأ عندي يبقى فيها مشكلة. تمام، فانا هاجي اروح جاي عامل كده اهو. تمام، واقول لي والله هات لي بقى الكلام ده، ولا خليها معلش نستخدم فيها ال AI. لا، انا سهل الروف تول هنا على طول نشوف. طبعا الهيلينج مشكلتها عندي هنا في الحته دي حاجه واحده بس، وهي ان السامبل بوينت اللي هو هيعمل فيها شادوز، فبالتالي مش هتبقى مظبوطه. فلو شلت هنا، جهاز بطيء جدا جدا، جيت هنا عندي ريموف تول وقلت له قبل ممكن هنستخدم ان احنا من غير الاي اي، وكده هنستخدم الجنريتيف اي اي ونشوف الفرق ما بين الاتنين. ماشي، طبعا مش احسن حاجه. لو شلنا عملنا ديليت وقلنا له يوز جنريتيف اي اي، طبعا انا في الصوره دي تحديدا اعرف اعمل جنريتيف اي اي من غير اي مشكله، لان هي الصوره اصلا مش صوره وثائقيه او صحفيه، فانا اقدر اعمل اللي انا عايزه جوه الصوره. تمام، بعد ما اخترنا بنتكة ريموف، وريموف هو بيبدا يطلع لك حاجات مختلفه ينفع تملى الحته دي عندك. تمام، طبعا واحد اتنين تلاتة تقريبا شبه بعض، فمش فارقة كتير، ولكن خلينا نشيلها خالص ونشوف هي عاملة ازاي. تمام جدا، تمام جدا، يعني أحسن وأسهل بكتير من النقطة إن أنت تقعد تعمل حاجة مانوال.
فلو قلنا والله تعالى لي بقى شيل لي الفلاش ده كمان. طبعا لو قلنا له انت ممكن هنا لو عملت له ديتكت اوبجكتس فهو بيبدا ياخد معاك الشادوز بتاعتك جوه السليكشن لو انت مش محددها اوريدي يعني. طبعا بياخد وقت برضه، لازم توصل بالنت عشان يشتغل، عشان هو بيجنريت بالاي اي. تمام. وجينا شفنا كده وعملنا زوم زي الفل، زي الفل كده. الصورة عندي نطفت، شلت الحاجة اللي أنا عايز أشيلها. خلينا ناخد مثال كمان هنا ونشوف مثلا والله ده نهر النيل العظيم، ولكن طبعا احنا شايفين إن فيه زبالة كتير جدا، فأنا ممكن أروح جاي عامل بالهيل وأقول له والله لا أنت بص بقى اعمل لي الحتت دي كده شقة. مثلا تبدأ بقى تشيل الزبالة حتة حتة عندك، أو ممكن نجيب بقى ال AI نبدأ نقول له شيل الكلام ده، شيل الكلام ده، شيل الكلام ده كله. زبالة زبالة everywhere، زبالة everywhere. يعني مش عارف أنا الناس بترمي الزبالة دي كده ليه الصراحة. طبعا في طائر هنا، يعني أنا في طائر أهو، أنا مش عايز أشيل الطائر، فخلينا نقول subtract. subtract ده and ده. مش متأكد ده طائر ولا زبالة برضه الصراحة، بس هو يعني قشطة، مش شكله مش وحش. أنا فعلا مش عارف أصلا ال AI هيعمل إيه في الكلام ده كله. يعني هل هيعمل حاجة فعلا ولا مش هيعمل أي حاجة؟ لو اتكيت على المسطرة وبعد كده اتكيت بالماوس فأنت كده بتعرف تعمل زوم. يعني لو ما قلناش الكلام ده قبل كده يودوا كده. أنا اخترت تقريبا الأماكن بتاعت الزبالة وعايز أقول له يا باشا ريموف، ونشوف هل هو هيطلع لي فعلا نتيجة كويسة ولا لأ، ونشوف هيتعمل إيه. الصراحة أنا مش عارف هو هيعمل إيه فعلا. هو الحمد لله على السلامة خلص. تعالى بقى نشوف هو نضف فعلا النيل ولا ما نضفش النيل. تعالى نشوف كده الصورة قبل وبعد. يا نهار أبيض النيل نضيف، والله العظيم النيل نضيف يعني. يا رب يا رب يبقى نضيف كده على طول يا رب في الحقيقة مش في الصورة. من أمثلة استخدامات الموفل تول برضو إن أنت مثلا لو عندك حد بتصور بورتريه وعندك حبوب في الوش بتاعه فتقدر تشيلها بالريموفال تول. قبل ما ننهي الفيديو عايزين نتكلم في نقطة مهمة، وهي لو أنت بتصور وثائقي أو صحفي فأنت ما ينفعش تعمل اللي احنا عملناه في معظم الصور دي. يعني ما ينفعش تشيل حاجة من جوه الصور. طبعا لو انت بتصور ارت او بتصور تصوير ابداعي او بتصور حتى بورتريه او بتصور سيشن لكلاينت معين، فانت واجبك اصلا ان الصوره تبقى نظيفه ما فيهاش اي ديستراكشنز، ما فيهاش اي حاجه. بعد كده شفنا ازاي نستخدم الريموفال تول في اللايت روم، وازاي نشيل الغبار من السماء، وازاي نشيل اجزاء مختلفه من الصوره مش عجبانا سواء بالكلون او بالهيل او بالاي اي.
قولي في التعليقات تحت، هل لو انت شلت حاجه من الصوره ده بيأثر في واقعية الصوره ولا لا، وهل الصوره ساعتها بتبقى حقيقيه ولا لا؟ ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعل الجرس. اشوفكم الاسبوع الجاي في فيديو جديد يوم الاثنين الساعه 8. سلام.